طيب خلينا نرجع تاني لتجربه المطاعم المجهوله، ولو عجبتنا هنقول على اسمها في اخر الفيديو. فانا دلوقتي موجود في زايد، في مطعم لقيت الصفحه بتاعته فيها 31 فولورز بالظبط، فانا هروح دلوقتي اطلب منهم اوردر، ولو عجبنا هنقول على اسمه في اخر الفيديو. هو ليه المطعم كله ضلمه كده؟ بسم الله، دي المفاجاه دي. عايز اللي هو لودد تشيز، وهو قد جهز الاوردر. يعني مبدئيا هو المكان ده بيعمل حاجه واحده بس، وهي سندوتشات الهوت دوج. الصراحه الحاجه اللي هو بيقدمها الشكل بتاعها حلو، بس المهم بالنسبه لي هو الطعم. خلينا نبدا ايه بسندوتش الهوت دوج، اسمه لودد تشيزي حاجه كده. يا نهار ابيض، ده شبه اللي بشوفهم في افلام نيويورك. ده كده حجم السندوتش جنب وشي، سعره تقريبا 150 جنيه. لا 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 لا، دي حاجه مختلفه خالص عن ما كنت متخيل. يعني العيش طري جدا، قطعه الهوت دوج اللي جوه دي يمكن احلى قطعه هوت دوج انا دقتها في حياتي. صوص الجبنه مميمه سيكا، كنت اتمنى ان هو يبقى طعمه اجمل من حاجه. كنت اتمنى. الراجل عدى من ورايا. تاتش الشيتوس ده لذيذ. هنخش بقى على اللي بعده، وهي الكورن دوجز. دي تقريبا سعرها كان 85 جنيه، تقطع عليها بطاطس معموله كرانشي كده. ودي البافالو. حلو، كواليتي الهوت دوج خطير. صوص البافالو السبايسي بتاعته في لذيذ قوي. البطاطس اللي بتقرمش دي عجباني الصراحه. يعني المطعم ده يشجعني ان انا ارجع لسلسله مطاعم مجهوله تاني. بصوا احنا عامه عند وصل الدهشور جنب بلبن. المكان اسمه اوربان دوجز حاجه كده، بس هو حلو.